ربنا سبحانه وتعالى قال رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. نفقه هنا كل حاجه، صحه وفلوس ومال وكل حاجه يعني، تمام. فيبقى في بعض الانطاع اللي بيسيبوا مراتاتهم تشتغل وهو قاعد في البيت ما بيشتغلش، مش بتساعده، لا هو انفخد لها. يوجد بعض الانطاع اللي معاهم فلوس، مراته تعبانه مش لازم تاخد دواء، اجيب لك لبس كل 12 سنه مره. فبدل ما نمسك جيل كامل كده نعلمه ايه الصح من الغلط والمفروض يعمل ايه وما يعملش ايه، نقوم نعق اكتر. تيجي بقى بعض الفيمينيستات الجميله قاعده فاضيه ما وراهاش حاجه، تعالي نشوف معاهد الاورام بتاعت الثدي، تعالي نعمل حملات ونكبرها ويبقى في كل مركز مستشفى. لا، طيب حضرتك تعالي نوعي الستات بالجواز وازاي يطلعوا نشء وجيل صالح لنفسهم قبل ما يكون صالح لمجتمعهم، برضه لا. طب حضرتك عايزه ايه؟ حضرتك انا سمعت ايه بتقول وللذكر مثل حظ الانثيين. ليه انا وهو مش زي بعض؟ ليه الذكوريه الاسلاميه؟ ليه التعفنيه البتنجانيه؟ مش فاهمه بقى ان الذكر مثل حظ الانثيين عشان خاطر ده في حاله ان هو واحد واخوه، واحد واخته، سوري. لكن في اصلا حتت تانية الراجل بيورث زي الست، والست بتورث اكتر، والست بتورث والراجل ما بيورثش. والذكر مثل حظ الانثيين اللي هم اخوات، عشان هو مفروض اصلا في البدايه من عدل ربنا سبحانه وتعالى ان هو قائم، هو المدير بتاع القصه دي، فهيصرف وراكم لحم، ورا جواز اخته وجوازه، ورا مصاريفه على امه، ورا مصاريفه على الدنيا كلها. الدنيا مش ان انا اخد القرشينات واهرب، فاهم حاجه؟ لان انت من البدايه فاهم اصلا القوامه غلط. حضرتك ورا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده في حاجات مكسره، ما تيجي نظبط الطريق ونرجع نمشي على الطريق تاني مسافلت وراسي. ليه نسيب الحفره دي هنا ونروح نعمل حفره تاني قدام؟ ليه يعني؟ انا عايز افهم يا حاجه، استني دلوقتي انت. انا عايز افهم احنا بنعك في المعكوك. فالصح دايما يا حبيب قلبي ان احنا نرجع لاصل الاشياء، اصل الشيء الصحيح هو ده اللي نرجع له، مش نمسك حاجه متعقده فنقوم نعقدها اكتر. حضرتك عندك مشكله في ظهرك مأثره على رجلك، ما اروحش اعالج رجلي واسيب ظهري، لا انا اعالج ظهري عشان لما اعالج ظهري رجلي تتعالج، او لما اعالج ظهري اعرف اعالج رجلي اصلا. خلينا للمره رقم مليون بقول لك نرجع لاصل الاشياء، ما تعكش اللي معكوك اصلا، ماشي؟